ويا مساء الفل عليك يا صاحبي، وانا جاي لك النهارده بالساعه الاكس 8 الترا ماكس. واحد يقول لي انت ما جيتش بالجديد. مش جاي لك بالجديد، لكن جاي لك بالاكتر ساعة أنا بتسأل على الإكس 8 ألترا ماكس، وأنا يعني شايف إن هي ما قدمتش حاجة مختلفة. الأمل اللي بعدها نزلت، فأنا مش لازم أوفر الفيرجن اللي قبل كده. فبصراحة ما رضيتش أوفر، لكن بصراحة الناس عاملة ضجة على الإكس 8 ألترا ماكس. أنا بقى قلت خلاص أنا هدور على الساعة دي وهجيبها لك يا سيدي، ومش هجيبها لك كده عادي، لا ده انا هجيبها لك بقى بسعر بقى موفر لك الاكس 8 الترا ماكس بالسعر من الاخر هيكيفك كده وعليه هديه. تابع معايا الفيديو للاخر عشان احنا هنشوف شويه تفاصيل عن الساعه، نتكلم عن الساعه بموجز، يعني مش هنطول في الفيديو. عن الساعه الاكس 8 الترا ماكس بشغل برنامج الوير فيت برو اللي بتيجي بشاحن وايرلس وشاشه 2.2 اتش دي وفيها بوصله. واعتقد انك مش هتلاقي في الفئه السعريه اللي هكلمك عنها دي ساعه فيها بوصله، طبعا من شركه دبليو&او فيرجن اصلي، وانا بديك عليها ضمان. موجود هنا اللون بتاع الساعه، وعندنا هنا برضو شغال برنامج الوير فيت برو، وشويه تفاصيل بقى عن المنتج هتلاقيهم موجودين هنا. فيها علي باي، فيها ان اف سي، فيها فيوز اسيست، فيها الشير لوكيشن، فيها التحكم في الفيديوهات. نفتح بقى مع بعض كده، نشوف مع بعض، نفتح العلبه بقى مع بعض يا ريس. وقبه بقى على شكل الساعه، وهي دي شكل الساعه زي ما انت شايف. وبيكون هنا ده البادي بتاع الساعه، وكمان معانا الاستراب الاورنج. والساعه بتتوفر بكذا لون، النحاسي او الفضي اللي بالشكل اللي انت شايفه دوت. نفتح كده مع بعض. طبعا ده البادي بتاع الساعه، بسم الله ما شاء الله، حاجه فخمه جدا. انا اول مره اجربها معاك دلوقتي. طبعا الساعه زي ما انت شايف من الظهر جايه بالمسامير، وجايه باللوك ستراب عشان الاستراب ما يتحركش. مجرد ما بنحط الاستراب فيها بالشكل ده كده، اللوك بيقفل بشكل كويس جدا، والساعه الاستراب ما بيتحركش جوه اللوك نهائي. فده اول حاجه معانا في العلبه، وهو الاستراب والساعه. في عندنا ايه تاني بقى جوه العلبه؟ هيكون معانا الشاحن الوايرلس، ده الشاحن الوايرلس اللي مع الساعه. وكمان عندنا بقى الكتالوج اللي فيه كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عن الساعه. واخر حاجه عندنا ديت اللي هي كارت الضمان بتاع دبليو&او، وده يعني لا يعتمد بيها هنا عندنا في الوطن العربي. هنجيب باور بانك زي ما احنا اتعودنا، وبنحط الساعه تشحن على الباور بانك. هنسيبها مثلا تشحن نص ساعه او ساعه كده، ونرجع بقى نستعرض بقيه امكانيات الساعه وايه اللي الساعه بتقدمه. فهنسيبها تشحن كده ونرجع لكم مره ثانيه. شحنا الساعه كده على مدار ساعتين، سيبناها تشحن براحتها. ودلوقتي بقى نروح لتجربه الاستخدام اللي يهمك فيها حاجات معينه. يعني عندنا بطاريه كويسه في الاستخدام، ممكن تقعد معاك من يوم ونص ل4 ايام. ومش عايز استفيض في موضوع الاستخدام، لان كل واحد ليه استخدام بشكل مختلف. ممكن واحد يوصل الساعه مكالمات، ممكن واحد يوصل لها سوفت بس، ممكن واحد ما يوصلهاش خالص، ممكن واحد بيخليها تقيس طول الوقت، ممكن واحد كل شويه يغير خلفياتها، ممكن واحد بيحط خلفيات متحركه، واحد تاني بيجي له اشعارات كتيره جدا. كل الحاجات دي بتفرق في الاستخدام. دي مش كلمه عامه، دي كلمه محدده جدا، ان هو كل واحد ليه استخدام. لكن هي في الستاند باي ممكن تقعد معاك ل6 ايام، يعني لو انت حاططها قدامك ممكن تقعد معاك 6 ايام، وده اللي بيدل على الكواليتي بتاعت البطاريه. طيب عندنا هنا الساعه فيها لمبه الاشعارات بيبان فيها اللمبه لما بيجي اشعارات، والاشعارات بتيجي في الساعه باللغه العربيه بشكل كويس جدا. كمان في مجموعه مختلفه، السكرول اللي هنا شغال تمام زي ما احنا شايفين كده، وفي مجموعه مختلفه من الخلفيات تقدر تغيرها. الساعه بتشتغل على برنامج الوير فيت برو، ده برنامج مليان خلفيات بشكل كبير جدا، تقدر ان انت تنزل خلفيات زي ما انت عايز على الساعه. طبعا الساعه بتدعم اظهار اسم متصل، سواء انت رابط الساعه بلوتوث او رابطها بالسوفت بس بتدعم اظهار اسم متصل. لو انت هترد يبقى تربطها مكالمات، فساعتها هترد من على الساعه او ترد من الموبايل زي ما تحب. لكن الساعه بتدعم اظهار اسم متصل في الحالتين. الحاجات برضه اللي عجبتني في تجربتي ليها هو الويك اب بتاعها شغال بشكل كويس جدا، والاولوز اون ديسبلاي شغال بشكل كويس جدا. مجرد ما بتنزل الساعه ترجع ترفعها مره ثانيه بيشتغل معاك بشكل كويس. فالاولوز اون ديسبلاي شغال بشكل كويس، الويك اب بتاعها وانك تشوف الساعه شغاله بشكل كويس جدا. يعني الصراحه الساعه ممتازه جدا، وفيها فيتشر او مواصفات هتبقى حلوه بالنسبه لك، من الخلفيات الحلوه جدا اللي فيها تطبيقات كتيره. ممكن تخش على اي تطبيق فيهم تعمل اللي انت عايزه وتخرج تاني. فيها حوالي 4 اشكال مختلفه للقائمه، تقدر ان انت تغير ما بينهم حسب ذوقك. التاتش بتاع الساعه حلو جدا وسموز طبعا مقارنه بالحاجات اللي نفس الفئه السعريه، يعني فتاتش حلو جدا وسلس جدا. طبعا شكل الساعه زي ساعه ابل يعتبر بالملي، نفس الشكل ونفس الابعاد. وعندنا هنا الاستراب لوك زي ما قلت لك، وعندنا المسامير عشان لو لا قدر الله محتاجه اي صيانه. طبعا الساعه بتيجي بالاستراب الالترا اللي بالشكل ده، واحنا هنطلع معاها استراب سيليكون هديه او استراب نايك هديه. وسعر الساعه 800
190 جنيه، عليها ضمان شهر، معاها استلام هديه. سعر مش هتلاقيه عند حد خالص في المكتبه بس بفضل الله. فلو الساعه عجبتك وبتدور عليها ونفسك فيها، موجوده في الستور، تقدر تشرفنا تشتريها، او ممكن نبعت لك شحن لحد باب البيت، مصاريف شحن حسب المكان اللي انت فيه. بكده نكون عملنا استعراض سريع لامكانيات الساعه ومحتويات العلبه وشكل الساعه. فاشوفكم في فيديو جديد. سلام.